أثارت الجدل بإنجلترا صورة لأطفال بمدينة هول، بعضهم كان لابس قميص النادي، يعني قميص نادي هول سيتي، ويهتفون ضد المسلمين والمهاجرين وطالبي اللجوء. يعتقد البعض أن الأطفال هذول والدينهم ينتمون لليمين المتطرف، وغذوا أطفالهم هذه الكراهية. مستحيل إنسان يقول الطبيعي أو بالفطرة يمين متطرف، مستحيل. هذه الكراهية تم تغذيتهم فيها. أعمارهم 9 سنوات 10 سنوات ما تعلموا الأشياء هذه. بعدين الأسبوع القادم الجولة القادمة راح يشجعون هول سيتي فريقهم اللي ضم لاعبين مسلمين، فراح يكون في تناقض انك تهتف ضدهم بالشارع وتروح تصفق لهم بالملعب. هذا يمين متطرف سابق اسمه نايجل بروميج، لكن حاليا غير افكاره، صار يعمل بمكافحة التطرف، يعني صار العكس، يكافح التطرف. يقول نايجل بان النازية مبنية على فكرة النضال من المهد الى اللحد. هذه النازية من الطفولة يعلمونهم حماية العرق الابيض، وان في حرب مستمرة ضد النظام، يكرهونهم بالنظام يعني وبالاحترام قانون وكذي. واذا كبروا مع الوقت راح يكرهون كل شيء مختلف عنهم، اي واحد مختلف عنهم ينبذونه، وهذا اللي صار حاليا. ironically انه من سخرية القدر ان رئيس او مالك هول سيتي حاليا هو مسلم، وهو تركي اسمه اجون إليجالي، فرئيس النادي او مالك النادي مسلم، وانت تظاهرون ضد المسلمين. يعني ما ادري شلون الطريقة، شيء غريب صاير.